ريتاج الطفلة الصغيرة اللي كان عندها مرض التبول اللا إرادي، أمها اتصلت بواحد علشان يجي يربيها، ووقفت كمان تتفرج عليه وهو بيموت البنت. في يوم 17/1/2024 الساعة 10:30 الصبح وصلت سارة هي وواحد معاها لمستشفى جراحات اليوم الواحد. كانوا شايلين الطفلة ريتاج وكانت فاقدة الوعي من كتر اللي حصل فيها. الدكاترة بدأوا الفحص على البنت وبعدها الدكتور خرج لسارة وسألها على اللي حصل، وسارة قالت له مفيش يا دكتور، هي البنت مالها. لكن الدكتور كان شايف ان في اثار لكدمات على جسم البنت، والكدمات دي كانت لسه حديثة جدا. علشان كده سأل سارة مرة تانية ايه اللي حصل للبنت، وهي اتهربت من السؤال. علشان كده الدكتور بلغ الشرطة ووصل ضابط للمستشفى ومعاه امين شرطة. الضابط فضل يسأل سارة على اللي حصل لحد ما قالت له ان علي ابو البنت هو اللي عمل فيها كده، وانها كانت قاعدة في البيت هي وبناتها الاتنين، وجوزها علي اللي مش مقيم معاهم اصلا وصل البيت وفضل يضرب في ريتاج بسلك الكهرباء لحد ما فقدت الوعي. وقالت ان علي ابو ريتاج موجود قدام المستشفى بره. الضابط خرج علشان يشوفه، ولكن لما طلع ملقاش اثر لحد. علشان كده الضابط خد ساره والشخص اللي معاها وطلع بيهم على القسم علشان يعرف ايه الموضوع. طيب تعالوا بقى نرجع بالزمن كام سنه لورا علشان نعرف الحكايه كامله. سارة وحاليا عندها 32 سنة، كانت متجوزة من علي وعايشين مع بعض في منطقة عين شمس محافظة القاهرة. الأمور كانت ماشية تمام ما بينهم، وبعد سنين طويلة عدت ربنا كرمهم وخلفوا بنتين زي القمر، سما اللي عندها 13 سنة وريتاج اللي عندها 11 سنة. وقبل 3 سنين من حدوث المشهد اللي حكيناه في الأول كانت المشاكل كبرت بين سارة وجوزها، والمشاكل دي أدت إن سارة خدت بناتها الاتنين وسابت له البيت وراحت أجرت شقة تانية في نفس المنطقة اللي هي عين شمس. وخلينا نوضح إن سارة ما انفصلتش عن جوزها بشكل كامل، هي سابت البيت بس ومشيت، وبعد فترة رفعت عليه قضية خلع. المهم الشقة اللي كانت عايشة فيها إيجارها كان غالي حبتين، وطبعا كان معاها بنتين صغيرين والمصاريف عماله تزيد عليها. تعالوا بقى نتعرف على شخصيه تانية معانا وهو محمد، شاب عنده 29 سنه شغال في كشك قريب جدا من الشقه اللي مأجراها ساره. وعلشان كان قريب منها كانت متعوده دايما انها تشتري احتياجاتها منه، ومره في التانيه بقى في بينهم كلام واستلطاف. وفي مره من المرات ساره اشتكت لمحمد ان الايجار بتاع الشقه اللي هي قاعده فيها غالي قوي، وان لو قدامه شقه سعرها كويس يقول لها عليها. وهو كان عنده الحل، قال لها انا عندي شقه في عزبه الهجانه في مدينه نصر، والشقه دي فاضيه وممكن تقعدي فيها انت وبناتك وما تقلقيش، مش عايز منك ايجار. دي جدعانه مني. طبعا دي ما كانتش جدعانه منه ولا حاجه، وكان في هدف في دماغه. المهم ساره فرحت جدا بالعرض بتاع محمد، وفي اقل من شهر كانت نقلت لشقته. تعالوا بقى نقدم بالزمن 3 شهور، وتحديدا يوم 17/1/2024 ريتاج البنت اللي عندها 11 سنه عندها مرض التبول اللا ارادي. ساره كانت دايما بتضربها بسبب الموضوع ده، مع ان دي حاجه اصلا مش بايديها. وساره بدل ما تودي بنتها لدكتور علشان تتعالج عملت حاجة مش ممكن تخطر على بال حد. اتصلت بمحمد وقالت له تعالى لي دلوقتي. محمد طلع على الشقة وسارة قالت له على اللي ارتجع عملته، وطلبت منه ان هو يضرب البنت علشان ما تعملش كده تاني. وبعد دقايق كان محمد شايل ريتاج ونازل من الشقة هو وسارة، وركبوا توك توك وطلعوا على مستشفى اليوم الواحد. وحصل اللي حصل اللي انتوا عرفتوه في اول الفيديو، ونقلوا الاتنين على اسم الشرطة. وفي نفس اليوم كانوا قبضوا على علي ابو ريتاج اللي ساره قالت ان هو اللي عمل كده في بنته. بدا التحقيق معاهم، وكلام ساره وكلام محمد كان كلامهم واحد جدا. ولما سالوا محمد عن سبب تواجده في شقه ساره قال لهم ان الشقه دي بتاعته وان هو مأجرها لساره، وانه كان في نفس المنطقه اللي فيها الشقه بالصدفه. وساره اتصلت بيه وهو راح لها على هناك على طول. ولما راح شاف علي جوزها وهو نازل من العماره وبيجري، وهي قالت له ان جوزها هو اللي عمل كده في البنت. وده كان كلام محمد. نيجي بقى لكلام ساره اللي قالت انها كانت قاعده في البيت هي وبناتها في امان الله، وجوزها جالهم وحصلت بينهم مشكله، ومسك سلك كهرباء طوله متر وفضل يضرب في البنت لحد ما فقدت الوعي. وساره استنجدت بمحمد علشان يجي لها ويودوا البنت للمستشفى. طيب نيجي بقى لكلام الزوج اللي هو علي. قال انه منفصل عن مراته بقاله 3 سنين، وان مراته بتعمل علاقه غير شرعيه مع محمد. ولكن طبعا كلام ساره ومحمد كان مقنع جدا عن كلام علي. علشان كده نقلوا الثلاثه على الحجز وبداوا مرحله التحريات. ولما راحوا المستشفى علشان يطمنوا على ريتاج وياخدوا اقوالها كانت للاسف البنت ماتت. اثناء التحريات رجال الامن اكتشفوا ان علي ما راحش الشقه في اليوم ده بالذات، وتاكدوا من ده من خلال كاميرات المراقبه. وهنا اتضح
ان علي بريء. وبعد الضغط على ساره ومحمد، ساره اعترفت. واللي حصل اليوم ده ان محمد راح على شقه ساره وبدا ان هو يضرب في ريتاج زي ما ساره طلبت منه. دخل عليها الاوضه وكان في ايده سلك كهرباء طوله متر، والبنت اول ما شافته فضلت تجري في الاوضه، ولكن مسكها وفضل يضرب فيها بالسلك من 15 ل 30 ضربه، وده كان كفيل ان البنت الصغيره يغمى عليها. وكل ده كان بيحصل قدام امها وقدام اختها الصغيره سما. وبعدها خدوها وجريوا بيها على المستشفى، وحصل اللي حصل. وفي اعترافات محمد قال ان هو ما كانش يقصد يقتل ريتاج، هو بس كان عايز يخوفها علشان ما تعملش كده تاني. وعلى فكره دي ما كانتش اول مره يضرب البنتين، لان من كام يوم فاتوا كان لسه ضارب سما اختها وكان مسبب لها كدمات كتير في جسمها، وكان مأجر لهم الشقه. ولكن عرفوا بعد كده ان ساره كانت قاعده في الشقه بدون ايجار وبدون اي عقد يثبت ان هي مأجره الشقه دي. وقال ان مفيش اي علاقه تمت بينه وبين ساره، وده كان الاختلاف بين كلامه وبين كلام ساره، لان ساره قالت انها كانت بتعمل مع محمد علاقه غير شرعيه في الشقه. وفي النهايه الحقيقه اتكشفت. وفي يوم 13/6/2024 في محكمه جنايات القاهره كان اول حكم في القضيه. ومن وجهه نظرك عايزك تقولي في الكومنتات ايه الحكم المناسب لساره ولمحمد.